اللي في الصورة ده اسمه عادل فوزي، عمره 35 سنة ومن محافظة القاهرة. عادل كان شغال في مهنة غريبة جدا وصعب تتخيل إن حد يشتغلها. شغله الأساسي إنه يروح يشهد زور في المحاكم، وده طبعا شيء محرم شرعا ومصنف من كبائر الذنوب. عادل كان متجوز من واحدة اسمها صفاء إبراهيم، وهي تقريبا في نفس سنه. والغريب إن صفاء ما كانتش مختلفة عنه أبدا، بل بالعكس، ممكن تكون أوحش منه بكتير، لأنها هي كمان كانت بتشتغل نفس الشغلانة وتشهد زور. في المحاكم لو حد احتاجهم للشهادة كانوا موجودين، والقصة دي بدأت من سنة 2001 واستمرت على نفس الحال لحد ما صفاء خلفت ولد وسمته شهاب. الطبيعي وقتها إن أي حد مكان صفاء وعادل كان يوقف الأفعال دي عشان ما يأذوش الطفل اللي جاي ويربوه على الحلال. لكن عادل وصفاء استمروا في الشهادة الزور وكأن مفيش حاجة حصلت. ومع مرور الأيام شهاب كبر وبدأ ياخد من طباع أبوه وأمه، لدرجة إنه بقى يتعلم منهم أسوأ الأخلاق. لما بقى عنده 10 سنين كان بيشتم وبيسب وبيعمل حاجات مفيش عيل في سنه بيعملها. وده طبعا كان متوقع، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. المهم، وفضل الحال ده مستمر حوالي 3 سنين، لحد ما في مرة عادل يشهد زور في قضية سرقة، وبعد كده اتعرف إن هو شهد زور، والبوليس قبض عليه واتحكم على عادل ب3 سنين سجن. ساعتها صفاء كانت زعلانة جدا ومحتارة في نفس الوقت، لأنها كده مش هتعرف تعيش ولا هتعرف تصرف على نفسها ولا على ابنها، لأن عادل جوزها هو اللي كان بيجيب لها الشغل بتاع الشهادة الزور. علشان كده بعد تفكير كتير صفاء تقرر إنها تمشي في سكك شمال كتير، ومن ضمن السكك الشمال دي إن صفاء كانت بتسيب نفسها للرجالة بمقابل مادي. والمصيبة ساعتها إن شهاب كان عنده 13 سنة وكان فاهم كويس جدا أمه بتعمل إيه وبتروح فين، وكمان كان بدأ يطلع على أمه سمعة وحشة في المنطقة كلها. في الأول شهاب كان بيتضايق من الموضوع ده جدا وكلم أمه كذا مرة إنها ما ينفعش تعمل كده وكده حرام عليها، ولكن أمه قالت له إنها بتعمل كده غصبا عنها، وإنها لو ما عملتش كده مش هيلاقوا ياكلوا وهيموتوا من الجوع. وبعد كده صفاء خيرت شهاب وقالت له عايز نقعد وما اشتغلش وتتحرم من كل حاجة بجيبها لك، ولا اشتغل واجيب لك كل حاجة حلوة زي ما أنا بجيبها لك كده؟ فشهاب ساعتها سكت وما كانش عارف يرد عليها بإيه. ولكن في نفس الوقت اتعلم درس زبالة، أو بمعنى أصح اتغرس جواه فكرة الدياسة، وإن مش مهم الفلوس تيجي بالحلال ولا بالحرام، أهم حاجة في الآخر تيجي. وعلى الناحية التانية عادل صحته تتعب جدا في السجن، وخلال مدة قصيرة جدا اتوفى. وتقرير الطب الشرعي يثبت إن هو كان عنده فيروس بي من زمان، فبالتالي أدى إلى الفشل الكبدي وسرطان الكبد. ساعتها صفاء أول ما تعرف إن جوزها مات تفرح جدا وتقول كويس إن هو غار في داهية، لأنها كانت خايفة من اللحظة اللي هيخرج فيها ويعرف إنها كانت ماشية على حل شعرها. ومن اللحظة دي صفاء هتبدأ تكتر من الشغل بتاعها جدا، لدرجة إنها راحت اشتغلت في شقة دعارة بفلوس أكتر بدل ما كانت شغالة مع نفسها. ويوم ورا يوم الفلوس بقت كتير جدا مع صفاء، وكانت مدلعة ابنها شهاب آخر دلع، وأي حاجة كانت نفسه فيها كانت بتجيبها له على طول. ومش بس كده، ده لما كبر شوية وبقى عنده 17 سنة كانت صفاء بتديله فلوس في إيده علشان يصرفها براحته. وهنا كانت المصيبة الكبيرة. شهاب بدأ ينحرف ويخش في سكة شرب المخدرات، وبما إن الفلوس كانت معاه متوفرة كتير فكان بيجيب أغلى أنواع المخدرات، وطبعا أنا مش هينفع أذكر الأنواع اللي كان بيشربها. المهم، وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة من غير ما صفاء تعرف إن ابنها كان بيشرب مخدرات. وفي نفس الوقت ده صفاء اشترت شقة ملك بدل الشقة الإيجار اللي كانت عايشة فيها مع جوزها عادل، واستنت لما ابنها الشقاب كمل ال 18 سنة وكتب جابت له الشقة باسمه وسجلتها له في الشهر العقاري علشان تحقق أي احتياجات مستمرة من أمن المستقبله، وعلشان برضه لو حب يتجوز فيها ولا حاجة. وفي نفس الوقت ده صفاء بدأت تفكر إنها تشتري شقة تانية علشان تفتحها بيت مشبوه خاص بيها هي، بدل ما تفضل طول عمرها شغالة عند الناس. والمصيبة بقى إنها بدأت تنفذ الفكرة على طول، وكلمت كذا سمسار على أساس يشوف لها شقة في حتة راقية. وفعلا السماسرة جابوا لها شقة وخلاص كانت رايحة تدفع تمنها، ولكن في نفس الوقت بتسمع خبر إن ابنها الشهاب اتمسك في قضية مخدرات. ساعتها صفاء بتنهار من العياط وبتجري على القسم علشان تشوف حصل ايه بالظبط، واول ما تروح بتعرف ان ابنها الشهاب اتمسك وهو معاه مخدر غالي جدا ومحظور دوليا. فصفاء ما كانتش مصدقة نفسها، هو ازاي شهاب وصل للمرحلة دي مع انه ما كانش باين عليه ان هو بيشرب اصلا؟ ساعتها صفاء قومت اكبر محامين في البلد علشان يدافعوا عنه، وصرفت فلوس كتير جدا على المحامين دول
اللي هي الفلوس اللي كانت المفروض تجيب بيها الشقة والتصرف. بعد المزيد من المناشدات والمزيد من الشكاوى، القاضي كان رؤوس بمستقبل شهاب وحبسه مدة صغيرة، وخصوصا إن القضية كانت متأيدة تعاطي مش إتجار. وبعد ما شهاب قضى المدة بتاعته وطلع، أم صفاء قعدت معاه واتعصبت عليه وقالت له: إيه اللي خلاك تمشي في سكة المخدرات دي؟ أو كنت هتروح في داهية وتضيع مستقبلك بإيدك. فشهاب بص لها وضحك وقال لها: مستقبل إيه اللي أنت بتتكلمي عليه؟ أنت عايزة تقنعيني إن واحد زيي هيبقى ليه مستقبل وأمه لما مؤاخذة شغالة في شقة مشبوهة؟ ساعتها صفاء اتصدمت من الكلام اللي بيقوله شهاب وقالت له: أنا عملت كده وضحيت بنفسي وبشرفي علشان خاطر أعيشك عيشة محترمة بدل عيشة الشحاتين اللي احنا كنا عايشين فيها مع أبوك. فشهاب ضحك لها وقال لها: ياه، أهو دول نفس الكلمتين اللي ضحكتي عليا بيهم وأنا صغير، وساعتها معرفتش أرد عليكي علشان ما كنتش فاهم حاجة، وخلتيني أقبل على نفسي إني أعرف إن أمي بتشتغل في الدعارة. واسكت. ولو زمان معرفتش أرد عليكي وأنا صغير، فأنا دلوقتي أعرف أرد عليكي كويس جدا، وأقولك إن الحجة بتاعتك دي ملهاش أي 30 لازمة، لأن لو كل واحدة هتتزنق في قرشين تروح تشتغل في الدعارة، يبقى الدنيا كلها هتخرب. وعايز أقولك إن في ناس كتير ظروفها وحشة جدا وعمرها ما باعت نفسها ولا شرفها، بالعكس دولت بيشتغلوا وبيصرفوا على عيالهم بالحلال، وفي الآخر ربنا بيكرمهم وعيالهم بيطلعوا مهندسين أو دكاترة. وحتى لو ما طلعوش حاجة، على الأقل ما بينهم وما بين نفسهم عارفين إنهم محترمين. وده إحساس عمري ما حسيته معاكي ولا مع أبويا. وبعد كل ده جاية بتعاتبيني وبتتعصبي عليا على إني بشرب مخدرات؟ طب بذمتك، لو انت مكاني هتعملي ايه غير انك تضحكي وبس؟ ومش معنى اني بقولك كده ان انا شريف او هبطل اشرب مخدرات، بالعكس، ده انت لو عايزاني اجي اشتغل معاكي في الشقة اللي انت بتشتغلي فيها انا هوافق عادي، لان اللي يبقى ديوس مرة عمره ما يرجع محترم تاني. ساعتها صفاء من كتر الصدمة انهارت من العياط، لدرجة انها فقدت النطق خالص واغمى عليها. فشهاب كان فاكرها بتمثل علشان يعني يتخض عليها، ولكن لما اتأكد إنها فعلا مغمى عليها جري بيها على المستشفى علشان يشوف فيها إيه. وأول ما وصلت الدكاترة عرفوا يفوقوها من الغيبوبة اللي كانت فيها، ولكن مشكلة عدم النطق بيه فضلت مكملة معاها. ولما شهاب سأل الدكاترة هي أم صفاء عندها إيه، الدكتور قال له إنها عندها حاجة اسمها أفونيا، ودي بتيجي لما واحد بيتعرض لصدمة جامدة. فشهاب قال له: يعني أمي هترجع تتكلم ولا لأ؟ فالدكتور قال له: احتمال كبير ترجع تتكلم عادي، بس هترجع تتكلم إمتى؟ الله أعلم، لأن في ناس بتقعد يوم وناس بتقعد سنين وناس ما بتتكلمش تاني طول حياتها. بس الحمد لله 99% من الحالات دي بترجع تتكلم تاني طبيعي. وساعتها شهاب حاول يدخل عند أمه الأوضة علشان يكلمها ويقول لها تسامحه، ولكن صفاء اتعصبت عليه وشاولت له إن هو يطلع بره علشان مش عايزاه تشوفه ولا تكلمه. ومن اللحظة دي صفاء هتتغير 180 درجة، وهتبدأ تلوم نفسها إنها مشيت في السكة دي. علشان كده قررت إنها تبطل شغل الدعارة ده خالص وتتبرأ من أي حاجة وحشة عملتها، وحتى الشقة الملك اللي كانت عايشة فيها وكتبتها باسم ابنها شهاب قررت إنها تسيبها خالص لأنها جاية من فلوس حرام، وتروح تقعد في الشقة الإيجار اللي جوزها كان مأجرها لها. ويوم ورا يوم بدأت ترجع تتكلم تاني طبيعي، وبقت ملتزمة جدا، وبقت بتصلي ومش بتسيب أي فرض. وعلى الناحية التانية شهاب كان بيتمتع بالشقة اللي أمه جايبها له والفلوس اللي أمه كانت سايبها له، وياريته كان بيصرفها في حاجة مفيدة. لأ، ده كان بيجيب بيها مخدرات وبيروح كباريهات بيسهر فيها لحد الصبح وبيشرب مشروبات محرمة. ومش بس كده، لأ، ده اتجوز واحدة مش محترمة اسمها فوفا، كانت شغالة رقاصة في الكباريات اللي شهاب كان بيسهر فيه. وشهاب بعد ما اتجوزها خلاها تقعد في الشقة بتاعته وما خلاهاش تنزل الشغل تاني وتبطل رقص. وساعتها شهاب كان بيصرف على فوفا فلوس كتير جدا، وأي حاجة كانت بتتمناها كان بيجيبها لها على طول من غير تفكير.
وفي نفس الوقت ده كان مطنش أمه خالص وما كانش بيسأل عليها حتى ولا بيروح لها. وفضل الحال ده مستمر مدة كبيرة لحد ما الفلوس اللي كانت معاه خلصت والدنيا باظت معاه خالص، لدرجة إن هو بدأ يرجع لشغل الدياسة تاني، وسمح لمراته فوفا إنها تنزل تشتغل في الكباريه علشان تصرف عليه. والمصيبة بقى إن هو كان بينزل معاها الكباريه وبيشوفها وهي بترقص للناس، والوضع ده فضل مستمر فترة لحد ما في مرة زبون في الكباريه شاف فوفا وهي بترقص وعجبته جدا، وفي نفس الوقت عرف إنها متجوزة وساعات جوزها بيجي معاها الكباريه، ففهم إن جوزها ده ديوث أو بالمعنى العصري open mind. علشان كده الزبون ده اللي اسمه جمال استنى فوفا لحد ما تخلص فقرة الرقص بتاعتها وطلب منها إن هو يقعد يتكلم معاها شوية. ساعتها جمال قال لها: أنا عندي شغلانة حلوة ليكي وإنت وجوزك هتكسبكم دهب. ففوفا قالت له: الشغلانة دي عبارة عن إيه؟ فجمال قال لها: أنا عرفت إنك متجوزة واحد محترم وعقله متفتح، فإيه رأيك بدل ما تشتغلي في الكباريه وتاخدي فلوس قليلة تشتغلي حرة إنت وجوزك في حاجة اسمها تبادل الأزواج. ففوفا أول ما سمعت كده اتعصبت عليه وفضلت تشتم فيه وقالت له: لو ما مشيتش دلوقتي أنا هخلي البودي جارد بتاع الكباريه يرموك بره. فالراجل ضحك وقال لها: بودي جارد إيه اللي يرموني؟ ده أنا اشتريكي واشتري الكباريه بالبودي جارد اللي فيه. عموما براحتك، انت الخسرانة، ده أنا كنت هكسبك دهب. ففوفا قالت له: ولا عايزين نكسب دهب ولا عايزين نكسب فضة، وسابته ومشيت. وأول ما روحت البيت قالت لشهاب على الموضوع اللي حصل معاها في الكباريه، وقالت له إن الراجل كان عايز يشغلنا إحنا الاتنين في حاجة اسمها تبادل الأزواج، وقال لي إن الحاجة دي بتكسب دهب، بس ما تقلقش. أول ما قال لي كده أنا هزقته قدام الكباريه كله وخليته ما يسواش أي حاجة. فشهاب سكت خالص، وبعد كده قال لفوفا: وليه لأ؟ طب ما نجرب، مش هنخسر حاجة، وطالما هنكسب دهب زي ما بيقول يبقى أفضل من الرقص اللي انت بترقصيه. ساعتها فوفا اتفاجأت من الرد بتاعه وقالت له: انت هتقبل على مراتك انها تعمل كده قدام حد غريب قدامك؟ شهاب ضحك وقال لها: إذا كان زمان قبلت على أمي تعمل كده، مش هقبلها على مراتي؟ المشكلة مش في هقبل ولا لأ، المشكلة الحقيقية إن إزاي الراجل ده هيخلينا نطلع فلوس من الحوار ده. وساعتها شهاب فتح النت وبحث في موضوع تبادل الأزواج ده على أساس يفهم بيطلعوا إن الحوار ده فلوس إزاي. وبعد بحث كتير اكتشف إن الموضوع كله مفيهوش أي فلوس، وكل حاجة بتحصل بالحب. فشهاب قال لفوفا مراته: لما الراجل ده يبقى يجي الكباريه تاني ابقى اتصل بيا وخليني أقابله علشان أفهم منه إزاي نكسب فلوس كتير من تبادل الأزواج. وفعلا تاني يوم على طول شهاب يقابل جمال في الكباريه وطلب منه إن هو شرح له كل حاجة تخص تبادل الأزواج وإزاي هيكسب منها. وفعلا جمال شرح لشهاب كل حاجة تخص الموضوع ده وإزاي ممكن يعمل ملايين من حوار تبادل الأزواج. ساعتها شهاب ضحك وقال له: يا ابن اللذينة، ده إبليس نفسه ما يفكرش في كده، بس بصراحة الموضوع ده عجبني، وطالما بيكسب ملايين أنا معاك. إيه الحوار اللي دار ما بينهم بالظبط وإزاي شهاب هيطلع ملايين؟ أول حاجة عملها شهاب عمل جروب على الفيسبوك باسم تبادل الأزواج، واستنى اليوم والتاني، وبعد كده اتفاجئ إن في ناس كتير قوي عايزة تدخل الجروب ده. ساعتها شهاب استغرب من كمية الطلبات دي، بس في النهاية قبل كل الطلبات اللي جات له للانضمام للجروب، وبدأ ينزل على الجروب إن هو من منطقة كذا ومحتاج زوج وزوجة علشان يتبادلوا الأزواج مع بعض. وفي ناس كتير علقت على المنشور ده وقالوا إنهم متاحين، ولكن شهاب اختار الناس اللي حس إن هم ممكن يكونوا جد، ودخل كلمهم وقال لهم على الشروط والقواعد علشان تتم المقابلة ما بينهم ويعملوا تبادل الأزواج. والشروط دي كانت عبارة عن إن لازم الاتنين يكونوا متجوزين ويبعتوا قسيمة الجواز لشهاب، والشرط التاني إن هو لازم الراجل يصور مراته وهي من غير ملابس ويبعتها لشهاب. وساعتها أغلب الناس لما سمعت الشروط دي رفضوا إن هم ينفذوها وطنشوا شهاب خالص. ولكن بعد يومين
في واحد وافق على الشروط دي ونفذها بالحرف الواحد. وشهاب برضه بعت له قسيمة الجواز بتاعته، وبعت له صورة مراته علشان يبقى هما الاتنين مطمنين لبعض. والمصيبة إن خلال يومين بالظبط كانوا هما الاتنين مظبطين المقابلة ومتقابلين في شقة شهاب. ولما قعدوا شوية وهزروا مع بعض، كل واحد فيهم خد مرات التاني ودخل على الأوضة. وطبعا أنا مش هينفع أوضح هم عملوا إيه، بس أعتقد إنكم فاهمين. المهم، ومن اللحظة دي شهاب بدأ يكرر الموضوع كتير مع ناس مختلفة. بس في حاجة غريبة انتوا مش واخدين بالكم منها، وهي إن شهاب ما كانش بيطلب فلوس من أي حد وبيجيبوا الشقة بتاعته، وبيعمل تبادل الأزواج، والموضوع كله كان ظاهرياً بيحصل من باب تغيير الروتين مش أكتر، وبدون أي مقابل مادي. والسؤال هنا، هو شهاب كان بيكسب الفلوس منين؟ إجابة السؤال دي حرفياً هتصدمكم. المهم، وفضل الحال ده مستمر فترة حوالي 3 شهور، لحد ما في مرة كان واحد كلم شهاب وفعلاً نفذ لشهاب كل الطلبات اللي عايزها. ولما الواحد ده راح لشهاب الشقة بتاعته وهو ومراته، وقعدوا يهزروا مع بعض شوية، ولكن لما جم يخشوا الأوضة الشخص ده يتحجج إن هو تعبان هو ومراته، ومش هيقدر يكمل الموضوع ده النهاردة، وإنه هيجيله يوم تاني يكون خف فيه. ساعتها شهاب ياخد الموضوع بكل بساطة وما ياخدش باله من أي حاجة حصلت، والموضوع يعدي عادي. وبعدها شهاب يتفق مع زوجين تانيين ويقابلوا بعض ويعملوا تبادل الأزواج زي ما كل مرة شهاب بيعمل. بس المرة دي لما شهاب دخل الأوضة مع مرات الشخص التاني وجي يبص على الموبايل بتاعه علشان يتأكد إن الكاميرا اللي حاططها في أوضة مراته شغالة ولا لأ، فاكتشف إنها مش شغالة. فطلع بسرعة ودخل الأوضة اللي فيها فوفا والراجل الغريب. وساعتها بص عليهم ومراته هزت له راسها، وده معناه إن الكاميرا كانت مفصولة وهي شغلتها من غير ما الشخص اللي معاها يحس بحاجة. فشهاب ضحك ليهم هما الاتنين وطلع بره الأوضة خالص. ولكن في نفس الوقت لقى فجأة إن الباب بتاع الشقة اتكسر، ولقى البوليس قدامه. ساعتها شهاب كان هيتجنن، هو إزاي البوليس عرف الموضوع ده؟ وبعد كده البوليس دخل الأوضة اللي فيها فوفا والراجل الغريب ومسكهم متلبسين بتهمة الدعارة، وكمان قبض على شهاب والواحدة اللي كانت معاه في الأوضة. وساعتها شهاب حاول ينكر ويبرأ نفسه من الموضوع ده ويقول إن دولت صحابه بيزوروه في الشقة عادي، وتفاجئ إن مراته خانته مع الراجل ده. ولكن المفاجأة إن الشخص اللي جه المرة اللي فاتت ومشي من غير ما يعمل حاجة طلع تبع البوليس، وزرع له أجهزة التسجيل في الشقة من غير ما شهاب يحس. وبعد ضغط كبير شهاب يعترف على نفسه إن هو كان بيعمل موضوع تبادل الأزواج ده بغرض التربح. فاللي بيحقق معاه قال له إزاي بتتربح منه؟ فشهاب قال له إن هو زارع كاميرا مخفية في الأوض اللي بيحصل فيها الحاجات دي علشان يصور كل حاجة بتحصل في الأوضة، وبعد كده في واحد اسمه جمال بياخد منه الفيديوهات دي وبيديله فلوس كتير بالدولار. ولما المحقق قال له هو بيستفاد إيه لما بياخد الفيديوهات دي، فشهاب قال له بياخد أو ينزلها على المواقع المحرمة وبيكسب من وراها ملايين. والحمد لله شهاب يدل الشرطة على الشخص اللي اسمه جمال ده ويتمسك ويتقبض عليه. وبعد تحقيقات كتير ومرافعات كتير يتحكم على جمال وشهاب ب5 سنين سجن، ويتحكم على فوفا ب3 سنين. منها وهي إن شهاب ما كانش بيطلب فلوس من أي حد وبيجيبوا الشقة بتاعته، وبيعمل تبادل الأزواج، والموضوع كله كان ظاهرياً بيحصل من باب تغيير الروتين مش أكتر، وبدون أي مقابل مادي. والسؤال هنا، هو شهاب كان بيكسب الفلوس منين؟ إجابة السؤال دي حرفياً هتصدمكم. المهم، وفضل الحال ده مستمر فترة حوالي 3 شهور، لحد ما في مرة كان واحد كلم شهاب وفعلاً نفذ لشهاب كل الطلبات اللي عايزها. ولما الواحد ده راح لشهاب الشقة بتاعته وهو ومراته، وقعدوا يهزروا مع بعض شوية، ولكن لما جم يخشوا الأوضة الشخص ده يتحجج إن هو تعبان هو ومراته، ومش هيقدر يكمل الموضوع ده النهاردة، وإنه هيجيله يوم تاني يكون خف فيه. ساعتها شهاب ياخد الموضوع بكل بساطة وما ياخدش باله من أي حاجة حصلت، والموضوع يعدي عادي. وبعدها شهاب يتفق مع زوجين تانيين ويقابلوا بعض ويعملوا تبادل الأزواج زي ما كل مرة شهاب بيعمل. بس المرة دي لما شهاب دخل الأوضة مع مرات الشخص التاني وجي يبص على الموبايل بتاعه علشان يتأكد إن الكاميرا اللي حاططها في أوضة مراته شغالة ولا لأ، فاكتشف إنها مش شغالة. فطلع بسرعة ودخل الأوضة اللي فيها فوفا والراجل الغريب. وساعتها بص عليهم ومراته هزت له راسها، وده معناه إن الكاميرا كانت مفصولة وهي شغلتها من غير ما الشخص اللي معاها يحس بحاجة. فشهاب ضحك ليهم هما الاتنين وطلع بره الأوضة خالص.
ولكن في نفس الوقت لقى فجأة إن الباب بتاع الشقة اتكسر ولقى البوليس قدامه. ساعتها شهاب كان هيتجنن، هو إزاي البوليس عرف الموضوع ده؟ وبعد كده البوليس دخل الأوضة اللي فيها فوفا والراجل الغريب ومسكهم متلبسين بتهم الدعارة، وكمان قبض على شهاب والواحدة اللي كانت معاه في الأوضة. وساعتها شهاب حاول ينكر ويبرأ نفسه من الموضوع ده ويقول إن دولت صحابه بيزوروه في الشقة عادي، وتفاجئ إن مراته خانته مع الراجل ده. ولكن المفاجأة إن الشخص اللي جه المرة اللي فاتت ومشي من غير ما يعمل حاجة طلع تبع البوليس وزرع له أجهزة التسجيل في الشقة من غير ما شهاب يحس. وبعد ضغط كبير شهاب يعترف على نفسه إن هو كان بيعمل موضوع تبادل الأزواج ده بغرض التربح. فاللي بيحقق معاه قال له إزاي بتتربح منه؟ فشهاب قال له إن هو زارع كاميرا مخفية في الأوض اللي بيحصل فيها الحاجات دي علشان يصور كل حاجة بتحصل في الأوضة، وبعد كده في واحد اسمه جمال بياخد منه الفيديوهات دي وبيديله فلوس كتير بالدولار. ولما المحقق قال له هو بيستفاد إيه لما بياخد الفيديوهات دي، فشهاب قال له بياخد أو ينزلها على المواقع المحرمة وبيكسب من وراها ملايين. والحمد لله شهاب يدل الشرطة على الشخص اللي اسمه جمال ده ويتمسك ويتقبض عليه. وبعد تحقيقات كتير ومرافعات كتير يتحكم على جمال وشهاب ب5 سنين سجن، ويتحكم على فوفا ب3 سنين.